طيب ال 20% او ال 20 متر دول راحوا فين؟ دي نقدر نقول عليها الخدمات والمنافع اللي بتحصل عليها مع حصولك على الشقة. وزمان عندنا في مصر كان متعارف عليه كلمة دي شقة 150 متر او دي شقة 100 متر بمنافعها، وده كان معناه ان ما كانتش المساحة صافية، كان ليها منافع اخرى بنحصل عليها مع الوحدة، ودي متحملة على مساحة الوحدة البيعية اللي هي تعرف باسم الجروس اريا. يعني مثال، خلينا نيجي للنموذج اللي قدامنا ده، دي شقة 154 متر ودي الجروس اريا بتاعتها. لو جمعنا كل ابعاد الغرف اللي موجودة دلوقتي قدامنا على الشاشة هنلاقي ان هيطلع لنا المساحة الصافية للوحدة. اللي هيطلع لينا في الوقت ده هو النت اريا، ومن هنا لو الشقة لسه مش مبنية بنعرف بالظبط نسبة التحميل كام في المية. دلوقتي خلينا اتكلم معاك في كذا نصيحة لازم تحطها في عين الاعتبار وانت بتشتري عقار، وانت بتختار وحدة عقارية سواء كانت سكني او تجاري او اداري او اي نوع من انواع العقارات. اختار الشكل الهندسي اللي اقرب لشكل المربع، لان ده بيكون فيه اقل نسبة تحميل. وكمان وانت بتشتري مهم تعرف ابعاد الغرف وتكون مرفقة في العقد، لان دي المساحة الصافية النت اريا اللي هتستلمها في النهايه. مهم كمان اخد بالي ان بعض الشركات اللي بتقدم عقارات بسعر رخيص عن السوق بيكون وراها نسبه تحميل عاليه، فمن هنا ما افرحش ان انا اشتريت بسعر قليل لانه في الحقيقه بيكون السعر غالي. يعني على سبيل المثال لو قلنا في منطقه معينه نسبه التحميل فيها متوسط 20%، ولقينا مطور بيبيع بسعر اقل من سعر السوق، ولكن المطور ده محمل نسبة تحميل 35 أو 40% عن غيره اللي جنبه اللي بيبيع بسعر أعلى ولكن نسبة التحميل عنده 20%. بعض العملاء لأن مش عندها الخبرة الكافية بتجري ورا العرض اللي بالشكل ده، والحقيقة إنه بيكون أغلى من المطور اللي جنبه اللي اداك نسبة تحميل واقعية في النهاية. طيب السؤال دلوقتي، اقدر اعرف كل ده منين؟ بتعرف كل ده من الاوتوكاد او الرسم الهندسي اللي بيكون مرفق مع العقد، وده بنقدر نطلع عليه قبل ما ناخد اي خطوة في البداية خالص. وفي النهاية بنتمنى لكل العملاء التوفيق وتلاقي اللي هي بتدور عليه. لو عندك اي سؤال او استفسار كلمنا على ارقامنا او سجل رقمك في اللينك اللي هيكون موجود مع الفيديو، وهيكون معاك مستشار عقاري يساعدك في اللي بتدور عليه ان شاء الله.